السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي فن الطبخ. لو أول مرة تشوفي قناتي أنا معاكم منى أحمد. النهاردة إن شاء الله هنعمل الرقاق باللحمة المفرومة. كل سنة وانتم طيبين بقى، احنا في عيد. قلت بمناسبة ان احنا في العيد وبنعمل طبعا العيد الأضحى بنعمل رقاق ناشف، فقلت اعمل لكم رقاق باللحمة. ده معايا نص كيلو لحمة مفرومة. انا حطيت معلقتين سمنة كبار. هننزل اللحمة كده نخليها تاخد لون كده، تتعصق شوية وتنزل المية بتاعتها عشان تستوي. هنقلبها بس اهم حاجة كده وهي على نار متوسطة كده، متبقاش عالية عشان متتحرقش معانا. ونفككها من بعضها زي ما انت شايفة بالشكل ده كده، لغاية ما المية بتاعتها تنشف خالص وتظهر معانا كده السمنة. هننزل بمعلقة فلفل اسود، معلقة صغيرة، رشة جنزبيل ورشة قرفة بودر، ومعلقتين ملح كبار، وده زعتر بودر، ودي جوزة الطيب هنبشر شوية صغيرين. والحبوب الصغيرة ديت انا جبت حبهان وطحنته كده بايدي الهون. والحمرة دي توابل لحمة. هننزل بقى كده بالتوابل، هنعمل حفرة كده صغيرة عشان نوسع للتوابل في النص. هتشمي بقى ريحة التوابل مع السمنة، ريحتها بتبقى تحفة. هتحمصيها كده شوية تقليبتين كده، ونبشر بشرة جوزة الطيب ده لو انت بتحبي تستخدميه بيدي نكهة جميلة قوي. هنقلبهم بقى كويس كده التوابل عشان خاطر الريحة بتاعتها تطلع، وبعد كده نقلب اللحمة معاها. بعد كده بقى هننزل بالبصل. على النص كيلو لحمة مفرومة انا عملت 3 بصلات تقريبا متوسطين، يعني انا قطعتهم فرمتهم في الكبة فرم صغير خالص. لو انتي مش حابة ان هو يبان خالص كده زي ما انا مبيناه، هو طبعا لسه هيدبل، ممكن تعمليه بالمبشرة لو مش حابة ان هو يبان معاكي. هنسيبه بقى كده نقلبه كل شوية لغاية ما يتشرب كده من التوابل والبصل يتكرمل خالص ويدبل. بعد كده هتلاقيه يعني ما ظهرش معاكي، هيبقى بالشكل ده كده. هي خلاص كده اتعصجت، انا طفيت عليها. هنجيب بقى شوربة. دي شوربة لحمة انا كنت شايلاها في الفريزر، لما بكون بعمل اي حاجة زي كده بطلعها. هنحط عليها 3 معالق سمنة كبار، وتكون طبعا الشوربة هنا سخنة والسمنة سخنة. دي صينية انا جبتها مقاس 28، وده الرقاق الناشف، ده الرقاق بلدي. هنشربه بقى كده بالتسقية بتاعة الشوربة ومعاها السمنة، وهي طبعا محطوط عليها توابل ومتبلة وملح. هنخلي كده الرقاق من ورا ومن قدام يتشرب كده بالشوربة لغاية ما تلاقيه كده طري معاكي شوية، عشان هو بيبقى ناشف طبعا. وبعد كده تحطيه في الصينية. لو انت حابة ان انت تدهني السمنة لوحديها وتعملي الرقاق بالشوربة لوحده براحتك، هي دي. ولو هتعملي كده هتسقي كده بالشوربة من الوشين، وتحطيه كده وتدوسي تضغطي بايديكي او بالمعلقة، وبعد كده تدهني بالسمنة السايحة، تدهني الوش كله. هو عامة الرقاق بيحب السمنة. لو انت هتعملي رقاق كمية اقل من كده، انا حطيت تقريبا 9 زي ما قلتلك، وقسمتهم على طبقتين، يعني حطيت 3 وبعد كده 3 وبعد كده 3، عشان عملت اللحمة مفرومة على نصين. لو انت كمية اللحمة مفرومة قليلة هتعمليها في النص بس وتقسمي الرقاق مثلا زي ما انت حابة تحطي 6، حابة تحطي، لو انت ما بتحبيش السمك بتاع الرقاق يبقى تخين قوي. هو عامة هنا ما كانش تخين، يعني كان مظبوط، يعني دي حاجة حسب الرغبة بتاعتك. اللحمة حابة تبقى اقل، الرقاق اقل، زي ما انتي حابة. بس هي ال9 اللي انا حطيتهم كانوا مظبوطين قوي على الصينية المقاس 28. السمك بتاعها كان يعني متوسط، والطعم كان تحفة، بيبقى من جوه طري ومن بره مقرمش.
وسر الرواق عشان يطلع معاكي من جوه طري ومن بره مقرمش. اهم حاجه ان انتي تسقيه زي كده بالشوربه، وتحطي في كل طبقه سمنه، يا اما تحطي السمنه كلها يعني في الشوربه زي كده وتكون سايحه، والثلاث معالق دول يكونوا مليانين، يعني تبقى معلقه هرميه كده. اكمل الطبقات بنفس الطريقه اللي انا قلتلكوا عليها. لو وصلتي بقى لغايه هنا ما تنسينيش يا حبيبه قلبي بتفعيل الجرس، وتعملي لي اشتراك على الكل عشان خاطر كل ما انزل فيديو جديد يوصلك. دي خلاص كده اخر 3 طبقات. اهم حاجه بس وانتي بتعملي تضغطي عليهم بايديكي كويس عشان خاطر ما يبقاش مفكك من بعضه، يبقى قرص كده ماسك نفسه لو حبيتي ان انتي تقلبيه. لو اتكسرت منك رقاية ولا اي حاجه زي كده ما تقلقيش، كل الحاجات دي اول ما بتخش الفرن بيلحم مع بعضه. اخر طبقه معايا خلاص في الرقاق، هسقيها كده، وبعد ما خلصنا هحط بقى نص كوبايه شوربه، دي كافيه قوي ان هي تخليه من جوه طري ومن بره مقرمش. هدخله بقى على فرن 180 ياخد لون كده ذهبي من على الحروف، وبعد كده هفتح الشوايه عليه ياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. انا خلاص خرجته وسبته لما برد شويه، هتسمعي دلوقتي القرمشه. بعد ما استوى واخد لون ذهبي على الحرف، رحت شغلت الشوايه اخد لون وسبته لما برد شويه، قلبته بقى في الصينيه كده، ودهنت الوش كده سمنه عشان خاطر يديكي اللمعه اللي انتي شايفاها الحلوه دي. انا معرفتش بقى ان انا ادوق معاكم عشان خاطر كنت صايمه. كل سنه وانتم طيبين، كان ليله عرفه. يا رب يعود الايام دي بخير علينا وعلى الامه الاسلاميه كلها. اعمليه بقى وجربيه واكتبي لي لو انتي جربتيه وطلع معاكي حلو، ربنا يحسن ما بين ايديكم. ما تنسينيش بقى بالكومنتات الجميله اللي بتكتبوها لي لو جربتي الوصفه وعجبتك. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.